السلام عليكم خوتي وخواتاتي، نتمنىكم ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير وتكونوا في احسن الاحوال. عواشر مبروكه على ام صفاء. اليوم جبت لكم ان شاء الله واحد الفطيره اللي لذيذه، واحد الحشوه اللي تنقول لكم يا البنات تجي لذيذه ما شاء الله. وجبت لكم هذه الفطيره عائليه غنحتاجوها ان شاء الله في شهر رمضان. اقتراح توجدي اختي بدون تعب بدون وقفه بزاف. فطيره وحده وقطعيها وحطيها للعائله ديالك تتشهي ما شاء الله شكلا ومذاقا. زوينه يا البنات وصحيه. خليك معايا اختي باش تشوفي الطريقه والمقادير وطريقه التحضير. راها لذيذه بالحشو اللي غادي ندير ليها. فنه يا البنات، هانتوما شوفوا ما شاء الله كيفاش تجي معلكه وزوينه وعامره ولذيذه تبارك الله، تتعلق في الفم يا البنات. انا مازال قطعتها سخونه شتو تبارك الله وما تشرشمت ما والو. وهذا الاقتراح اللي غنعطيكم غادي يعجبكم ان شاء الله وغادي تستافدوا منه. طلب واحد اللي تنطلبكم تشجعوني لي لايكات المشاهده، تعالق زوينه وبارطاجيوه مع العائله والاحباب. هنا بسم الله على بركه الله جبنا القصريه فاش غنعجنو. درت الكيسان ديال الفينو البنات، فينو حرش وزوين. وزدت انا نص كاس ديال الفورص، قلت لكم نص كيلو سمحوا لي. وانتم ديروا غير 3 الكيسان ديال الفينو، 3. انا غير زدت داك نص كاس، هيك المقله كبيره كبرتها شويه بزاف. درت معلقه كبيره ديال الخميره حبيبات، ودرت راس معلقه ديال العسل، ودرت الملح على حسب الذوق، والماء دافي. والعجينه تكون مطلوق باش تجينا الفطيره رطبه وزوينه ما تجيناش قاصحه. ها انتم يا البنات انتم تتشوفوا اخوات المهمات اقتراح زويون ان شاء الله. الشهر الكريم ديال رمضان غتنفعكم بزاف. صافي قول بحال مزيان توجديها وحطيها تبارك الله ما شاء الله عائليه بحال شكل البيتزا. صافي فيها انت زيد وحده بدون درك بدون تعب بدون حتى شي حاجه. جمعتها دغيا ما دلكتها ما والو، رشيتها بشويه زيت ونديرها في البلاستيك ونخليها تكمل الدلك ديالها بوحدها. هذيك البلاستيكه هي غادي تدلكها بوحدها. اجي ندوزو للحشوه ان شاء الله اللي متوفره في كل بيت، وحشوه سهله وبسيطه واقتصاديه. خديت المقله درتها فوق النار، غندير فيها نص كاس ما بين زيت الزيتون وزيت النباتيه شركتهم. زيت الزيتون تيعطي اللذه. غادي ندير البنات 2 حبات ديال البصله كبار. انا راه عندي البصله باللوان درتها، ماشي غديروا بحالي، ديروا داكشي اللي متوفر عندكم. حتى البصله الوراقيه حتى هي تعطي واحد اللذه خطيره كاع اكثر. زوينه البصله الوراقيه وسخونه ولذيذه. كندير شويه الملح، كنخلي هذه البصله تدبال شويه، كنزيد عليها حبه ديال الفلفله وجوج فصوص ديال الثوم اللي حكيت، والفلفله حتى هي عندكم باللوان ديروها، ما عندكمش تستغناو عليها، ماشي بشرط ديروا هادشي اللي درت انا. البصله راه كافيه. الكفته ديال الدجاج ولا الكفته ديال اللحم، انا عندي الكفته ديال اللحم درت 200 غرام. 200 غرام ديال الكفته اللي تطيح ليا الفلفله والبصله يتصوطاو شويه، وغنزيد الكفته. لذيذه يا البنات لذيذه هاد الحشوه ما تشبعوش منها تبارك الله ما شاء الله. حشوه يمكن لكم ديروا حتى البطيبيط وتعمروها به. زوينه هاد الحشوه، ولكن هاد الفطيره راه جات غزاله تبارك الله. كما تفاعلتوا مع الفيديو ديال بطبوط الشحمه، نتمنىكم هاد الفيديو حتى هو يعجبكم وتفاعلوا معاه. واللي طلبت الوصفه بغات فطيره في المقله ها هي اختي، واللي بغات ديرها في الفران ديرها، غير دير ليها الوجه ديالها بالصفر البيض ولا بالحليب وتغبر بالجنجلال ولا داكشي اللي حبت هي وتدخلها للفران. صافي هي طابت ذابت ليا الكفته. غندير حبه ديال المطيشه اللي تتعطيها واحد التعليكه يا البنات، والرطوبيه من الداخل تتخليها فتيه. هذا هو السر تا هو من الاسرار. درت شويه زيتون مقطع على عندكم حتى الزيتون بحال ديروا. سكنجبير الخرقوم شويه الحار شويه الكمون شويه التحميره شويه المعدنوس طري. في هذه المرحله غنديوه نجيبوه غنطفي عليه ونخليه يبرد صافي. والزعتر البنات اضافه الزعتر هي غنزيدها، زعتر ولا زعيطره تيتواتى مع هاد الحشوه تعطيها واحد اللذه زوينه. غندوز العجينه اللي دلكات بوحدها ما شاء الله ولات مطاطيه ما شاء الله. شوفوا كيفاش الشكل ديالها كي ولا، شوفوا ما شاء الله
وتكون رخوه بحالك باش تجينا الفطيره طريه ورطبه على شكل بيتزا. نتوما كناخذ الكويرات قد قد، ولا وحده كبيره وحده صغيره، كلشي غادي يتجمع يطوى ويتقاد كما تنقولوا، العيب ما غيبقاش. غنخليهم واحد 4 دقائق ولا 3 تيرتاحوا شويه، ونعاود نرجع باش نرققها. كندير ورق الزبده اللي غنخليها تختمر فيه وطيب فيه، ضروري هاد من ورق الزبده حيت العجينه رخوه. صافي هنا البنات نتوما شوفوا نتوما السمك كما بغيتو، رقيقه ولا غليظه، انايا رققتها. هانتوما شفتوها السمك ديالها. غادي نرقق الاخرى حتى هي حدايا، ونرققهم بجوج نقادهم. كندير شويه الفرماج كريمي، ما عندكمش تستغناو عليه ما ديروش. كندهن الوجه كامل، وعاود تندير شويه الزعتر. الزعتر تيتماشى في هاد الحشوه، كيعطيها التعليكه هاد الفرماج. صافي الحشوه اللي جات لذيذه وزوينه تبارك الله ما شاء الله. غنسرحها على الوجه كامل ونقادها. صافي تندير نجيب الفرماج ديال فرماج البيتزا ولا فرماج اي فرماج عندكم. كان عندي فرماج ابيض، ولا ديروا فرماج ديال الشوندويشات تيجي زوين هذاك كاع، تيجي غزال. كتقطعي تجي معلكه ما شاء الله. انا ما كانش عندي ما درتوش، درت غير هذا الفرماج. الفرماج ديال الساندويتش يكون معطي، ما تيخليش لك الدراج في العجينه. نتوما لاحظوا ملي غنغطيها، ولكن كلشي غيطيب وكلشي غيجي زوين. صافينا هاد العجينه معايا رخوه قرصتها بزاف، جاتني شويه هايعه، ولكن غنقادها غنلمط بها. البنات المبتدئات ما ترقوهاش من اول مره، حطوها تحطوها فوق العجينه وجبدوا لها الجوانب، جيبوها قادوها بحال هذا الشكل. انا عارفه شنو غندير، عاود جمعتها رديتها وقاديتها كامله على العجينه. نتوما غتشوفوني كندير. علاش قلت لكم هذاك الفرماج واخا بقى بان بحال هكا باين، ولكن من طابت كلشي داب كلشي تعلك. هذا الوجه هو اللي رميت في المقله من التحت، الفرماج تعلك وداب مع الحشوه. شوفوا نتوما انا قديتها ولمطتها مزيان، وعاود رديت كلها العجينه ما خليتهاش فايضه في الجوانب. صافي تنقادها بحال هكا ترد. غنجيب القطاعه نقاد ليها الجوانب، ما بغيتوش تقادوها ما تقادوهاش، يمكن لكم تخليوها هكاك، يمكن لكم تطول العجينه بحال اللي غندير انا، ولا ما تضغطوا عليها صافي وما تطويوهاش تنيو بحال اللي درت انا. كم الاختيار لكم، كل واحد تيتفنن في الشكل ديال كيفاش بغاها. يمكن لكم ضغطوا عليها بشويه فرشيطه صغيره تغبروها بالدقيق بحال هذا الشكل هذا، يمكن لكم تضغطوا عليها بحال هكا تخليوها هذا الشكل هذا. شفتوها نتوما هانت بحال هذا الشكل. انا عاود طويتها بحال هكا شويه، تندير يديا في الدقيق معها تبارك الله تتلصق. شو نتوما تندير يديا في الدقيق وتنطوي تكملتها كامله. صافي وخليتها غطيتها وخليتها اختمرات واحد 10 دقائق. الحال بارد، كل ما كانش الحال بارد راه في البلاصه. العجينه اللي حيدتها هي ما ضاعتش، درتها بطيبيطه حدايا. صافي غنديها فوق هذا، غنجيب المقله سخنتها وجبتها في الاناء فين سطح العمل فين تنصيب. ها هي وجريت فيها ديريكت. هاد المقله عمليه تبارك الله، ما عندهاش جوانب، جاتني زوينه. هاد الورق المطبخ حتى هو غنطيبه فيه، غادي نتحكم كيفاش ندور الفطيره ديالتي على خاطر خاطري. صافي البنات واحد اللقطه اللي ما بانتش ليا فاش طابت وتحمرات، بغيت نقلبها، درت لها داك الرمايه ديال الخبز هزيتها بها وعاودت قلبتها بها. هذيك اللي مشات ليا. صافي هنا هانتوما كنتحكم في هذاك الورق، جا زوين بزاف. كنتحكم فيه وندور الخبيزه ديالتي الفطيره ديالتي بحال هذا الشكل، تتحمرات وذهبات وعجبتني انا محمره بحال هكاك. شو راه بالكم الجوانب تحمروا. هنا هاد اللقطه اللي مشات ليا بغيت نقلبها ومشات ليا اللقطه. انا راه حيدت الكاغيط هو، وجبت اسباطوله قلبتها من التحت بانت ليا تحمرات، جبت هذيك بغيت باش نقلبها صافي مشات ليا. المهم انا قلت لكم ديروا هذاك الرماي ديال الخبز ولا ديروا شي صوينيه وقلبوها بسرعه. انتم شفتوا ما لاصقه ما والو.
ما شاء الله هنا طابت ووجدات ما شاء الله. شوفوا الشكل ديالها، انا حمرتها مزيان عجبتني. انتوما يا طيب تيبقى لكم الاختيار الثومه. وبالصحه والراحه. ما تنساونيش بقى تنقول لكم من تعاليق ولي لايكات ومشاهده وبارطاجيو الفيديو ديالي. وخليت لكم هنا البطبوط اللي تا هو عجبكم تبارك الله ما شاء الله. وبالسلامه عليكم، نتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد.